السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده وانا بشتري السمك الراجل قال لي على تتبيله حلوه جدا. قال لي جربي كده مكون ضيفيه هيدي طعم حلو قوي للتتبيله. فقلت النهارده اجربه معاكم. النهارده هعمل معاكم سمك بلطي مقلي، وهعمل معاكم كمان الرز على طريقه المطاعم، وكمان سلطه الطحينه والسلطه الخضراء. وتعالوا بقى نشوف الطريقه عامله ازاي. بس الاول لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الفيديوهات بتاعتي الجديده. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. اول حاجه معايا معلقه كبيره من الثوم المهروس، وكمان معايا معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه كبيره كده من الملح، وكمان كمون، ويعني نص معلقه صغيره كده من هريسه الشطه، وليمونتين كبار، والمكون بقى السحر اللي بيقولي عليه معلقه كده صغيره من المستردة. بيقولي هتبقى حلوه جدا، وبصراحه انا فعلا جربتها وكانت طعمها حلو جدا. يعني اللي موجودة عندكم ضيفوها، مش موجودة خلاص مفيش مشكلة. بس هي فعلا ادت طعم مزازة كده حلوة قوي وزودت الطعم. طبعا السمك انا غسلته كويس جدا بملح كده وليمون ونقعته شوية، وبعد كده صفيته. تعالوا بقى نبدأ نتبله. هبدأ ان انا احط كده جزء بسيط من التتبيلة دي وافردها كويس في السمكية من جوه. طبعا السمك علشان تبقي منضفاه كويس مهم جدا ان انتي تغسليه بالفرشة بتاعته، وتكوني مخصصاها للسمك بس. وتحاولي ان انتي على قد ما تقدري تنضفيه كويس وبالليمون كده والملح ودعكيه كويس جدا، علشان يبقى ما فيهوش اي ريحة زفارة معاكي، ويبقى زي ما انتوا شايفينه كده ابيض من جوه وزي الفل. هبدأ بقى كده ان انا اوزع التتبيلة بالشكل ده. وطبعا لو السمك بتاعك اكبر من ده شويه، بالسكينه كده وابدأي ان انتي شرحيه من النص كده تشريحتين ولا حاجه علشان يستوي معاكي بسرعه. طبعا التتبيله اللي اتبقت دي انا هستخدمها في باقي الوصفه دلوقتي هتشوفوها معايا. فتعالوا كده بقى نكمل باقي الوصفه بتاعتنا. عقبال بقى ما السمك كده يتبل معايا شويه، تعالوا نعمل سلطه. اي خضار بقى متوفر عندك تقدري ان انتي تعملي بيه السلطه. انا كان عندي كده فلفل الوان قطعته مكعبات صغيره بالشكل ده. اهم حاجة بس تكون كل الخضار يعني التقطيع بتاعته متساوية، علشان يبقى الشكل بس متناسق. طبعا اي خضار موجود عندك في التلاجة، وانتوا عارفين كل ما يبقى فيه خضار كتير في السلطة كل ما بتبقى مفيدة اكتر. بعد ما قطعت الفلفل الالوان كده، قطعت كمان معاهم خيار مكعبات صغيرة وطماطم، والجزر هبشره. بيكون احسن في السلطة يعني عشان بيبقى ناشف شوية على الولاد، فكده بيبقى افضل وبيبقى احلى. بعد كده بقى التتبيلة بتاعتنا. الاول هضيف البصلاية مقطعة كده صغير، والتتبيلة اللي اتبقت من السمك هضيف على نص معلقة كده صغيرة، ورشة بسيطة من النعناع. وكمان بقى نضيف التوابل بتاعتنا كمون وملح وفلفل اسود. واخر حاجة خالص هضيفها الليمون، ليمونتين كده حلوين. لو الليمونة بتاعتك كبيرة تبقى كفاية ليمونة واحدة بس. وهقلبهم مع بعض كده وهنسيبهم لحد ما نحضر باقي الاكلة بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل سلطة الطحينة. معايا معلقتين كبار من الطحينة بدوبهم كده في مية دافية، وبعد كده بضيف عليهم الكمون والملح، ونص معلقة صغيرة من التتبيلة بتاعة السمك اللي احنا عملناها، وكمان معلقة كده صغيرة او معلقة كبيرة على حسب من الخل، يعني تدوقوا وشوفوا الطعم بتاعها. وبس كده بسيبها بقى في التلاجة لحد ما تتماسك شوية، عقبال ما اخلص باقي الاكلة بتاعتي. تعالوا بقى نعمل مع بعض رز السمك. معايا معلقة كبيرة كده من الزيت، ونزلت عليها ببصلاية مقطعها صغير. وكمان التركاية بقى اللي انا بحب اضيفها قوي معلقة صغيرة من السكر. ما تقلقوش خالص، طعمها مش هيبقى مسكر ولا حاجة، بس هتدي لون حلو قوي للبصل وكرملة كده حلوة قوي. ويعني مش هتبان طعم السكر خالص فيها. انا مش بحب اغمق البصل عن كده. انا بالنسبة لي الدرجة دي مناسبة جدا، اكتر من كده بحس انه مرر الرز قوي. وبعد كده هضيف عليه معلقة صغيرة من التتبيلة بتاعة التوم اللي احنا عملناها بتاعة السمك. وبعد كده ضفت عليها كوباية من الرز المغسول، ما نقعتوش، هو غسلته وصفيته بس. هنقلبه بقى كده كويس علشان الرز ينشف معايا شوية.
علشان ما يعجنش معايا. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الكمون وكمان معلقة من الملح، يعني اظبطوا الملح بتاعكم. وبعد كده هضيف بقى المية، نقلبه كويس. بعد كده هضيف المية هتكون طبعا مغلية. تعرفين انا بحب جدا اعمل الرز بمية مغلية، عمره ما بيعجن ابدا والحمد لله يعني. وكمان بيطلع معاكم فلفل كده وجميل، وبيستوي بسرعة كمان. طبعا كوباية الرز اللي احنا ضفناها هنضيف عليها كوباية من المية. انا كنت ضايفة كوباية ونص كده من الرز، ضفت عليها كوباية ونص من المية. بس كده هغطي عليها واسيبها لحد ما تتشرب. وبعد ما تتشرب هنوطي عليها النار وهقلبها مرة واحدة بس، ومش هقلبها تاني علشان الرز ما يعجنش. عقبال ما الرز يستوي تعالوا نقلي مع بعض السمك. هغلف السمك طبعا بتاعي بالدقيق. هضيف كده حوالي كوباية من الدقيق، وبعد كده هبدأ ان انا اغلف بيه السمك. لو بتحبوا بقى الطبقة الخارجية بتاعة السمك كده تبقى كريسبي قوي معاكم، ممكن في الخطوة دي يبقى جنبكم كده مية تكون متلجة، وبعد ما تغلفوها بالدقيق تنزلوها كده في المية، وبعد كده ترجعوا تعملوا السمكة في الدقيق تاني، زي فكرة كده الفراخ الكريسبي اللي احنا بنعملها. هيطلع معاكم الطبقة كده مقرمشة وحلوة قوي. كده غلفت كل السمك بتاعي وبنفضه كويس جدا من الدقيق الزيادة ده. ومعايا الزيت بقى على النار، اول ما يبدأ يسخن هنزل عليه بالسمك على طول. حاولوا بقى ان انتوا تحطوا السمك كده بالعكس علشان خاطر ما يضايقكوش وانتوا بتقلبوه. حطهم كده عكس بعض عشان بصوا هيبقى سهل جدا. طبعا هياخد اللون الذهبي الجميل ده، هتشيلوه على طول. وزي ما قلت لكم السمك بتاعكم لو كبير شويه هتشرحوه كده تشريحتين 3 علشان يستوي من جوه كويس وما ياخدش معاكم كمان وقت. بعد كده هصفيه بالطريقه دي كويس جدا من الزيت، وهنطلعه على مناديل مطبخ. وهكمل باقي كميه السمك بتاعتي بنفس الطريقه. تاني مرة بقى ما بتاخدش وقت خالص لان الزيت بيكون سخن جدا. وبس كده، ده شكل السمك في الاخر. شكله حلو جدا وطعمه طبعا كان تحفة، والتتبيلة كمان مدياله طعمه حلو قوي. والرز بتاعنا بعد ما خلص، وكمان السلطة حطيت عليها رشة كده من البابريكا او ممكن رشة شطة، وكمان السلطة. وكله بقى جاهز الحمد لله. جربوا بقى الطريقة دي وان شاء الله متأكدة ان هي تعجبكم. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى تكتبولي في الكومنتات. وشكرا جدا لمتابعتكم، اشوفكم على خير.